السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا ساره، طالبه بكليه طب القصر العيني. اولا الف الف مبروك يا جماعه، خلاص ده اخر شهر. حقيقي انا مبسوطه قوي قوي، واكيد انتوا مبسوطين انتوا كمان. اتمنى انها تكون فتره كويسه معاكم. حاولوا الفتره دي تهدوا على قد ما تقدروا وتصفوا ذهنكم، وتحاولوا تبعدوا عنكم المشتتات على قد ما تقدروا، وان شاء الله تنهوا السنه بشكل كويس، ويكون اخر شهر ده هو احسن شهر عدى عليكم. وبما ان العبرة بالخواتيم، فالنهاردة هقول لكم على 5 حاجات مهم تعملوها في شهر 5. اول حاجة هنبتدي بيها، وهي حاجة دكتور الكيمياء بتاعي كان قال لنا عليها في نفس الوقت ده، وحقيقي كان لها اكبر نتيجة معايا، وهي صلاة الحاجة. صلاة الحاجة كنت بصليها كل يوم بالليل بعد ما اخلص كل المذاكرة اللي ورايا، تقريبا الساعة 11 ونص بالليل كل يوم. كانوا ركعتين بدعي ربنا فيهم بكل حاجة وكل اللي انا عايزاه الفترة دي. ويمكن كانت دعوة واحدة بدعيها لربنا كل يوم في كل ركعة من الركعتين دول، وهو اني اجيب مجموع عالي. مهم ان انت تكون بتصلي وواثق ان ربنا فعلا هيحقق لك الحاجه دي، والحمد لله حصل اكتر مما كنت متوقعه بكتير. فانتوا كل يوم بعد ما تخلصوا مذاكره ركعتين ادعوا فيها ربنا بكل حاجه، وادعوا ربنا باكتر حاجه انتوا عايزينها الفتره دي، وهي اكيد اكيد ان انتوا تجيبوا مجموع كويس وتخشوا الكليه اللي انتوا بتحلموا بيها. فكل يوم بعد المذاكره ركعتين ادعوا فيها لنفسكم وبكل الحاجات اللي انتوا عايزينها. نيجي بقى لتاني حاجه، وهي انك تعتزل ما يؤذيك. ابعد عن كل اصحابك اللي يقولوا لك كلام سلبي، ابعد عن التليفون، ابعد عن كل الفيديوهات اليوتيوبيه المشتته، ابعد 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 عن كل حاجه مشتتاك وكل حاجه موتراك. ركز بس في المذاكره، وما تفضلش تسال في كل الكومنتات على كل الشانلز اللي على اليوتيوب هلحق ولا لا، لو بدات دلوقتي هلحق، لو اخدت مع المدرس الفلاني هيبقى احسن من المدرس ده ولا لا. بدل ما تسال كل الاسئله دي، ابدا فعلا انك تعمل حاجه فعليه على ارض الواقع. فstop asking and start doing. فبطل اسئله وابدا انك تعمل حاجه فعليه، واعتزل كل ما يؤذيك زي ما قلت في الاول. تالت حاجه، وهي انك تستغل كل ثانيه وكل دقيقه. لو بتاخد في سنتر 10 دقايق وتكون في البيت، لو بتقف مع اصحابك بعد الدروس كنسل الوقفه الشهر ده، لو بتضيع وقتك على السوشيال ميديا فالغي وجود السوشيال ميديا الشهر ده. مفيش سوشيال ميديا طول ثالثه ثانوي، فما بالك بالشهر المهم ده. كل ثانيه وكل دقيقه هتفرق في مجموعك، وهتفرق انت هتبقى فين بعد كده. فركز انك ما تضيعش حرفيا ولا ثانيه. بلغه الشهر ده كل ثانيه هتضيعها او كل دقيقه هتضيعها كان ممكن تستفيد بمعلومه ممكن تذاكرها في الوقت ده، فدرجه ضايعه. فاوعى اوعى اوعى تضيع درجات. كل وقت معناه ان معلومه جديده كان ممكن تكتسبها، فاوعى تضيع ولا ثانيه ولا دقيقه الشهر ده. رابع حاجه بقى، وهي المهمه جدا، لو انت ما كنتش بتحل متحرر في العربي او قطع كومبريهنشن في الانجليش، فلازم تكثف الحل عليهم الشهر ده، لانهم هما الاتنين عليهم المين بالك بتاع كل ماده من المواد دي، وفي نفس الوقت محتاجين حل بتركيز. فلازم تحل بسرعه وبذكاء، وما تكونش هي اول مره انك هتشوف متحرر في الامتحان. ولازم مهم جدا جدا انك تكون متعود على الحل السريع، وخاصه في المتحرر، بس بذكاء. وده طبعا مش هتكتسبه بسهوله، هتكتسبه من كتر الحل. خامس حاجه، ويمكن هي اكتر حاجه مهمه، وان شاء الله هتكلم عنها في فيديو تاني منفصل لان هي مهمه جدا، وهو اخر 10 ايام قبل الامتحان او قبل مراجعه العربي. يعني تقريبا اخر اسبوع من شهر 5 واول 4 ايام من شهر 6 لازم تحل فيه شامل كانك جوه لجنه الامتحان، بمعنى انك تحط تايمر لنفسك بنفس عدد الساعات الحقيقيه للامتحان. يعني مثلا لو امتحان عربي تحط لنفسك تايمر 3 ساعات، كانك في لجنه الامتحان قاعد منتبه وكل تركيزك في ورقه الامتحان، كانه بروفا بالظبط لامتحان اخر السنه. وهكذا في كل المواد، طبعا بالتبادل، كل يوم ماده مختلفه عن التانية او مواد مختلفه عن التانية. انا كنت بعمل كده في الاخر. الحقيقه كنت بحط نفسي كاني جوه لجنه الامتحان، بحيث ان مش اول مره هكون فيها في الامتحان، هتكون فيها اول مره ان انا اتعرض فيها لضغط الامتحان الفعلي. فالموضوع ده لو هفضل اقول لكم فيه فادني ازاي مش هتقدروا تتخيلوا الموضوع. انا كنت جوه لجنه الامتحان كأن عادي، حاطه رجل على رجل ومركزه جدا في ورقه الامتحان، وعارفه بالظبط ايه اكتر حاجه بتاخد مني وقت فسايباها للاخر، وايه الحاجات اللي انا بقدر انجزها والحاجات اللي انا بفكر فيها بسرعه فحطها في الاول. وان شاء الله هتكلم في فيديو مطول اكتر عن الموضوع ده لانه مهم جدا جدا جدا. فبس ده كان فيديو النهارده. اتمنى حقيقي انكم تكونوا استفدتوا اي حاجه ولو بسيطه. شدوا حيلكم، الشهر ده خلاص اخر شهر، حاولوا ان انتوا تلموا فيه على قد ما تقدروا وتحلوا اسئله فيه كتير، وتركزوا جدا في حل الاسئله وغلطاتكم اللي بتغلطوها. بس ده كان فيديو النهارده، اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا اي حاجه. سلام.